جربوا اعملوه مرة واحدة بس في البيت ومش هتشتروه تاني ابدا. كيمو كونو ولا مش كيمو كونو ده يا متعلمين يا بتوع المدارس. اول حاجة بدأت اجهز البسكوت بتاع الايس كريم. فجبت بسكوت جاهز وسيحت شوكولاتة على حمام مائي او في الميكرويف زي ما تحب. وبدأت ان انا احط البسكوتة كده عشان الداير بتاعها من فوق يبقى متغلف بالشوكولاتة. وطبعا كلنا بنعشق الحتة الأخيرة اللي بيكون مليانة الشوكولاتة دي، فبنحط معلقة جوه الكون. بخلص كمية البسكوت اللي عندي بالشوكولاتة وبدخله التلاجة شوية علشان يمسك نفسه كده. والشوكولاتة ما تبقاش سايحة بما اننا بقى الجو حر. بعد كده بطلعه، ببدأ ان انا اغلفه بورق الزبدة بالشكل ده كده علشان اقدر ان انا احط فيه الايس كريم. بعد كده بشيل الزيادات بتاعت ورق الزبدة بالشكل ده كده. وكده الكون جاهز عندي. نبدأ نجهز الايس كريم. عندي كوباية من الكريم الشانتيه الخام، ضفت له رشة فانيليا وكوبايتين من الحليب الساقع جدا ونص كوباية من الحليب المكثف المحلى، وكنا عملناه الفيديو اللي فات. ضربتهم مع بعض كويس قوي لحد ما بقوا فومي كده وكريمي وناعمين وهشين جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هبدأ ان انا اشيل نص الكمية تقريبا في حاجة مناسبة، وباقي الكمية هبدأ ان انا اضيف عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى ومعلقتين من الشوكولاتة السبريد اي نوع تحبوه، وهنخلطهم برضو كويس مع بعض بس ما تبالغوش في الخفق علشان خاطر الكريمة ما تسيبش بقى بعد كده. تقدروا تستغنوا عن الشوكولاتة السبريد بس هي بتدي تيست حلو خصوصا لو مستعملين نوع كويس. وكده كمان اللي بالشوكولاتة جاهز معانا. هنبدأ نحطه في كورنيه وبالشكل ده كده هعبي الكون. نطلع بقى شوية كده عن البسكوتة حوالي 2 سنتي ونظبطها كده عشان تبقى متساوية. وببدأ ان انا انزل عليها بشوكولاتة من اللي كنت مسيحاها بشكل عشوائي كده، مش لازم نفنن قوي فيها يعني. بعد كده هضيف فول سوداني كنت جرشته وكرملت له معلقة كبيرة من السكر في طاسة من غير اي حاجة خالص. سبتها لحد ما الكرمليت خدت اللون الذهبي الفاتح، وضفت عليها السوداني المجروش وقلبتهم وسبتهم في طبق برده. وبعد كده فتفتهم لانهم طبعا بيكونوا ماسكين في بعض. عملت بقى كذا واحدة بالفانيليا وعملت كذا واحدة برضو بالشوكولاتة. ودلوقتي تعالوا نعمل ميكس. بحط الفانيليا والشوكولاتة كل واحدة في كورنيه، وبعدين بحطهم في كورنيه مع بعضهم، ونبدأ ان احنا نفتحه ونعبي الكون بتاعنا بالشكل ده. وزي ما اتفقنا نطلع حوالي 2 سنتي فوق البسكوت. بعد ما بنخلص تعبية الايس كريم بتاعنا بنغطيه بكيس بلاستيك وبندخله الفريزر. يعني يفضل ان هو يبات بس على الاقل تسيبوه ساعتين. كده بقى عملنا الميكس. برضو نظبطها كده بالشوكولاتة السايحة. الشوكولاتة يا جماعة انا بسيحها ومش بضيف عليها اي حاجة خالص. ونحط بقى الفول السوداني او السوداني المكرمل. بيدي نفس الشكل اللي بنشتريه بالظبط. اوعوا تنسوا ان انتوا تغطوا الايس كريم وهو في الفريزر علشان ما يلقطش اي ريحة. اكيد طعمه هيغير لو لقط ريحة. بنطلعه بقى بعد يعني زي ما اتفقنا على الاقل ساعتين. بنفك ورق الزبدة ده بكل سهولة. وزي ما حضراتكم شايفين معايا قطمة الايس كريم تحفة يا جماعة. وكالعادة لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش المتابعة ولايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.